بسم الله الرحمن الرحيم. في نقطة حابب اتكلم عليها قبل ما اتكلم عن المباراة. بعد تغيير المواعيد والمباريات بقت تتلعب 9 بدل 7، ما تنساش صلاة العشاء. المباراة بتبتدي 9 وتلت، العشاء بتأذن. صلاة العشاء أهم مليون مرة من 100 مباراة للنادي الأهلي. النادي الأهلي على عيني وعلى راسي. صلاة العشاء لا تقارن بأي حاجة. أنا لا شيخ ولا أي حاجة، بس ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ندخل على المباراة. النادي الأهلي بينتصر على المصري بهدف نظيف، بهدف مهاجم النادي الأهلي الأول وأفضل مهاجم في مصر هو وسام ابو علي، بعد مجهود رائع من رضا سليم من قبل نص الملعب بتاع النادي الاهلي. مباراه انت فاقد فيها للحلول تماما. مباراه مش هتخلو من تاليف وعك مارسيل كولر. 3 في نص الملعب. انا مش شايف غير اكرم، لا شايف ندفيد ولا شايف امام. هل انت شفت ادوار النهارده لكريم ندفيد في حته نص الملعب؟ ما شفتش. حسيت بكريم ندفيد في نص الملعب؟ ما حسيتش بيه. قلناها 100 مره وهفضل اقولها طول ما انت بتلعب في الدوري المصري. انا ليه العب ب 2 6 في نص الملعب؟ ليه 2 6؟ طب هل المصري يخوف؟ هل في فرق في الدوري يا عم هنخليها ماتشات وماتشات في الدوري؟ يعني لما بتقابل فريق مثلا هنقول هيغلس عليك شويه ومحتاج تمسك نص الملعب، بغض النظر ان انت بتلعب بثلاثه في نص الملعب وانت مش مستحوذ خالص على نص الملعب. في شوط اول انت ضايع تماما، ولا فرصه حقيقيه على المرمى. للنادي الاهلي 45 دقيقه بالوقت البدل الضايع انت ولا فرصه على المرمى. فدي حاجه مش مفهومه بالنسبه لي. في ظل انت بتعند، كولر عمال يعند. يا عم العب باكرم وقدامه امام 8 ونزل قفشه. لازم يبقى في كثافه عدديه، ولازم يبقى في ناس حريفه كوره وناس قادره تمسك كوره. انما انت ندفد، انا ما شفتش ندفد النهارده. محمد هاني، انت ايه رايك في محمد هاني؟ طب عمر كمال على الدكه ليه؟ مش قادر افهمها ومش قادر استوعبها. ففي عك حاصل. شوط اول في لخبطه. محمد الكواليني رازعني عمال يقول لك شوط تكتيكي على اعلى مستوى. تكتيكي منين؟ تكتيكي من انهي حته؟ ما انت قول لي تكتيكي من انهي حته؟ شوط سلبي للنادي الاهلي، شوط فيه اللعيبه تحس ان اللعيبه واقفه في مكانها، مفيش تحركات، مفيش حلول، مفيش تنوع في اللعب، مفيش اي حاجه. في شوط اول سلبي تماما للنادي الاهلي. الكره الخطيره اللي تقدر تقول عليها خطيره هي تسديده امام عاشور في الدقيقه 44 اللي هي جت بره برضه، في ظل ما انت راكن لعيبه ثانيه المفروض ان هي يبقى ليها دور اكبر في الملعب ولاعيبه كانت هتفيدك. حته عمر كمال النهارده المفروض انه يبدا على حساب محمد هاني. كان طبيعي انه يعمل لك جبهه نار مع الشحات او مع رضا سليم، في حال الاثنين ما بينوعوا، سواء رضا بيلعب شويه شمال سواء بيلعب شويه يمين، على حسب ما بينوعوا. انما احنا الكلام ده ما شفناهوش النهارده. الوحيد اللي كنت دايما تشوفه بيزيد هو اكرم توفيق. اكرم توفيق كان واخد تعليمات وواضحه قوي. يعني كان هو ندفد اللي بيثبت ورا، ما اعرفش كان بيثبت بيعمل ايه. والله العظيم ما بحفل، بس انا فعلا ما شفتش ندفد النهارده. لا في استخلاص كويس، ولا في تمريره كويسه، ولا رفعه عين، ولا اي حاجه، ولا خروجه بالكره كان كويس. انا مش قادر افهمها بصراحه. في ظل ما قفشه بيقدم مستويات كويسه قاعد بره لحد الدقيقه 77. لحد الدقيقه 77 ندفد، هو ندفد كده كده يقفل المباراه، كمل المباراه. خش على الشوط الثاني على طول، ما تحاولش تضيع. شوط المصري نزل في 5 دقايق هو اللي بيحاول يمسك كوره، هو اللي بيحاول يباغت النادي الاهلي، هو اللي بيحاول. خلاص بقى، ما انت مسالم تماما. انت ما فيش انياب. انت ما حسيتش ان انت خلاص نازل من اول دقيقه لا انا لازم اكسب، لازم على الاقل اجيب جون واغطي. انا مش هقعد كل ماتش على اعصابي كده. 1-0 دي والدنيا متدربكه، وفي مشاكل اصلا انت عندك في الدفاع وفي حته حراسه المرمى. فالموضوع كان صعب. حتى في اول 5 دقائق اخطر فرصه تقدر تقول عليها فرصه هي رأسية رامي ربيعه من ركنيه، بيتصدى لها جاد وتيجي في القائم وبتخرج ركنيه تاني للنادي الاهلي. لحد اما تيجي اجمل كوره في المباراه كلها هو هدف وسام ابو علي بعد تمريره ولا اروع وعرضيه. ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده يا رضا؟ اهو من قبل نص الملعب واخدها وشاقق طريقه. خلاص هو الراجل قال لك انا قرفت منكم، انا قرفت من القرف اللي انتوا بتعملوه ده. خد الكره وبعرضيه. بس ايه رايك في وسام؟ وسام اللي كان مودست بيبدا عليه اساسي، وسام اللي ما كانش كولر مقتنع بيه. وسام هتفضل تتكلم كتير على وسام في ظل ما كان كولر راكنه جنبه على الدكه. عشان نيجي لعلامه استفهام كبيره بالنسبه لي وهو اداء امام عاشور. انت شويه فوق شويه تحت، زيك زي حسين الشحات. حسين الشحات مباراه تلاقيه اون فاير، والمباراه الثانيه انت مش شايفه، انت مش حاسس بوجوده في الملعب. ما تقوليش ضغط مباريات، عشان الكلام ده انا قلته في فيديو من زمان قوي، من 3 4 شهور. قلت لك ان احنا هنتزنق الزنقه السوداء دي بسبب مؤجلات النادي الاهلي، وبسبب ان احنا الطبيعي ان انت تلعب كل 3 ايام مباراه. انا ما حدش يضحك عليا، انا ما حدش يبلعني الاونطه وما تضحكش عليا تقول لي اجهاد والكلام الفاضي ده. ده الطبيعي ان انت تلعب كوره، الطبيعي ان انت تلعب كل 3 ايام مباراه. ده العادي جدا في العالم كله. مش هجيب لك دوري انجليزي ودوري اسباني والكلام ده كله، الناس دي ليفل عالي ومستويات عاليه مالناش دعوه بيها. بس شوف الدوريات كلها في العالم خلصانه.
اللي عندنا. فما تقوليش اجهاد، فعلامه استفهام مش مفهومه من امام بسبب ايه؟ النفخ. بسبب النفخ. انت اقعد انفخ في اللاعب، اقعد صيد في اللاعب لحد ما يبقى بالمستوى اللي احنا شايفينه. امام عاشور بقاله اكتر من 6 مباريات مختفي تماما عن النادي الاهلي. ضيف عليه حسين الشحات اللي كان ظاهر النهارده شويه واللي كان عامل لك شغل شويه، هو رضا سليم واسامه ابو علي. ما تقدرش تقول حد ضاف لك شكل تاني، والمصري ساعدك على ده، لان المصري كان حابب ان هو ايه، يبختك او يحاول يعمل عليك الهجمه المرتده، فما قدرش يعمل ده. اكرم توفيق كنا بنشوف هو اللي كان دايما يزيد، وهفضل اقولها، اكرم توفيق مش لعيب بتاع زياده او مش لعيب كوره، مش اللعيب اللي هو هيعمل لك الكثافه العدديه في ال 18 فانت هتقدر تستفيد منه. انسى الكلام ده. عشان تيجي اللي يعتبر اخطر فرصه بعد الهدف هي فرصه وسام، انفراد في الدقيقه 73 بيتصدى لها جاد، دي اخطر فرصه. خلاص هو الماتش خلص عند الدقيقه 73. في النهايه فوز مهم للنادي الاهلي، فوز بترفع بيه رصيدك للنقطه 69، فوز بتتصدر بيه جدول ترتيب الدوري، وده لما بيركب ما بينزلش. اهم ما في المباراه واهم ما في الفتره الحاليه هم ال3 بونت للنادي الاهلي في ظل المباريات الصعبه. 12 بونت من 7 مباريات، مش محتاجين اكتر من كده. اكسب 4 مباريات، احنا مش محتاجين والله اكتر من كده. وبعد كده اللي نفسك فيه اعمله، تعمل روتيشن، تغير، تنطط، تجيب ناشئين، مش فارق معانا قد ما فارق معانا ان انت تحسم بطوله الدوري في اسرع وقت. سلام.